يا مساء النور والهنا والسرور، احلى عيله واخوات في الدنيا. عاملين ايه يا حبايب؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما بخير وصحه وسعاده يا رب. قبل ما نبدا الفيديو عايزين نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسونوش في شير ولايك واشتراك في القناه ودعوه حلوه من قلبكم تسعد قلبي. ربنا يسعد قلبكم يا رب دايما. ونضغط على زر الجرس وتفعيل كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. فضلا وليس امرا. عايزة لايكات كتير، عايزة دعوة حلوة، عايزة كومنت حلو، ولكم بالمثل. اللهم امين يا رب العالمين. احلى عيلة واخوات في الدنيا. وحشتوني 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 من اخر فيديو فات. ده طبعا اوضة الاطفال، اوضة الضيوف اللي كانوا قاعدين فيها طبعا مشيوا، والدنيا تضرب تقلب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. فربنا يعيننا ويقوينا بقى ونضف، لان زي ما قلت لكم انا نفسيتي تعبانه جدا 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 من بعد ما مشيوا. فربنا يهونها علينا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. واقدر انضف واخلص كل اللي ورايا. دي بالنسبه لاوضه الاطفال. وهنا طبعا كنا على الصاله. طبعا الفرش كله عايز يتشال. عايزين نغسل بقى ونظبط الدنيا. والدنيا كلها تضرب تقلب، البيت كله ما يعلم به غير ربنا. ان شاء الله ربنا يهونها عليا باذن الله، واعرف انضف ده كلته واعرف اروق الدنيا. دعواتكم بقى ليا. هم مشوا بقالهم يومين، من يوم الحد. هم ماشيين يوم الحد. فكل ده البيت يضرب يقلب زي ما انتم شايفين. ما عملتش فيه اي حاجه. هو اول حاجه عملتها النهارده شويه الاكل وغسلت المواعين في المطبخ، بس ما عملتش اي حاجه تاني. وطبعا من ضيقة المكان كنت جايبة الكوبايات هنا اللي بغرف فيها، الاطباق اللي بغرف فيها، والكوبايات اللي بحط فيها العصاير والشاي والحاجة. وطبعا زي ما انتوا شايفين الأوضة رخرة تضرب تقلب. الأوضة تضرب تقلب يا حبايبي، تضرب تقلب. بيت كله يضرب يقلب زي ما انتوا شايفين. البيت كله 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 يضرب يقلب. مساء الهنا ورضا والسعادة على أحلى عيلة واخوات في الدنيا. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني 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 من آخر فيديو فات. زي ما انتوا شايفين الشقة كلها تضرب تقلب. مفيش حتة في الشقة نظيفة. هو الحاجة الوحيدة اللي أنا عملتها بعد الجماعة اللي عنده ما مشيوا، يا دوب غسلت المواعين و... وعملت الكفتة وعملت الجلاش اللي هو في الفرن ده. بس يا حبيب قلبي دي الحاجة الوحيدة اللي انا عملتها. عندي غسيل عايز يتغسل. الشقة تضرب تقلب زي ما انتوا شايفين. ما قدرتش اعمل حاجة، تعبانة جدا، دماغي تقيلة، مش من كتر العياط والزهق اللي زهقته. عارفين دماغي ضغط عالي ودماغي راحت قد كده. حسيت لا انا حتى الكلام مش قادرة اتكلمه. فالبيت كله يضرب يقلب زي ما انتوا شايفين. فانا اللي ربنا هيقدرنا عليها اعمله. هروى بقى السرير. كان عندي الغسيل ده موصول اقسم بالله العلي العظيم بقاله من تاني يوم ما جم، بقاله يوجع 10 ايام. ومرمي الرمية دي في جنب هنا. فهطبقه وشوف هنعمل ايه مع بعض. فهحاول اروق بس الاوضه على السريع كده، وكل يوم اعمل حاجه، لان بجد بجد انا تعبانه جدا. ونفسيتنا ما يعلم بها غير ربنا. فدعواتكم لينا ربنا يهون علينا ويعدي الفتره دي على خير. لان كل سنة بتعدي علينا الفترة دي بتكون اصعب من السنة اللي قبلها. فربنا يتولانا برحمته ان شاء الله، ويعوضنا خير ويعوض صبرنا خير بإذن الله، وما يكتبها على حد ابدا يا رب. الاحساس اللي انا حسيته ولا الوجع اللي انا عايشاه. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا اكترية الهدوم دي عايزة غسيل. يا رب هونها علينا يا رب يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
الحمد لله على كل حال. ربنا يلهمنا بالصبر ويرضينا ويرضي الناس كلها ويرضى علينا ويعوض صبرنا خير يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وما يكتب الوجع ده على حد ولا حد يحس ولا يشوفه يا رب ابدا، ويرضي الناس كلها ويرضي كل مشتاق يا رب. يا رب ترضي كل مشتاق يا رب. طبعا الهدوم دي كلها نظيفة. يا دوبك جوزي طلع بره مشوار مفيش 10 دقايق ورجع، فهطبقها وارجعها مكانها علشان لما يعوز يلبسها يلاقيها متطبقة مكانها. لا هتفضل محطوطة على الدولاب، هتعوز غسيل وهتعوز غسيل ومكوة. وانا ربنا يقدرني بقى على اللي بره، لان عندي شغل كتير في الشقة. فرش الكنب عايز يتشال يتغسل، في حيطان في الصالة عايزة فيها حتت عايزة تتصبن مكان الصوابع وكده. الأوضة اللي بره كلها عايزة تتشال. طبعا فرش السرير الدنيا كلها عايزة تروق. وربنا يهونها على يا رب بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا الحاجة اللي هتعوز مكوى هخليها على جنب، واللي عايز يتعلق هعلقه. عايز مكوى يا رب افرجها علينا من وسع وسعها علينا يا كريم يا رب. يا رب راضينا وارضى علينا يا رب. يا رب يا رب. على صغر الشقة عندي، شقة صغيرة جدا قد ما اقول لكم اقل من 60 متر. بس لما بتكركب وبيزيد علينا حد في البيت خلاص الواحد ما بقاش عارف يلم البيت منين ولا من هنا ولا من هنا ولا منين. الدنيا كلها يا حبايبي بتبقى تضرب تقلب. ربنا يوسعها علينا يا رب وعلى كل متضايق، ويرضينا ويرضي الناس كلها ويراضي كل مشتاق يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده عايز مكوى خليه مع البنطلون ده، طلع دول مكانهم. نرص بقى الحاجة اللي اتطبقت يا حبايبي. حاول اروق الدنيا كده على قد ما اقدر.
لغاية ربنا ان شاء الله ما يسهل كده وياخد بايد الواحد ويفوق شوية من الكابوس اللي هو فيه ده. الواحد يحاول يتمالك كده ونرجع لطبيعته من تاني. نبدأ بقى ايه، نمسك حتة حتة في البيت ننظف. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وده الطقم الوحيد اللي عايز مكوى، اركنه بقى على جنب. طبعا الجو برد شوية عن الأول، شوية يعني مش البرودة اللي هي، شوية برد عن الأول. فأنا مطلعين الدفاية من فترة، فالواحد أوقات بيتغطى بقى امتى بقى، وقت الفجر كده بيجي الجو على الفجر كده وبيبرد شوية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلي بقى الباسكت مكانه. روق التسريحة يا حبيبي. انت البنوتة الصغيرة تيجي هنا على التسريحة مزاج عندها تطلع المناديل وتلعب بيها، تطلع المناديل وتلعب بيها. انما بقى ايه، اي حاجة ملهاش اي لازمة. يا رب هونها علينا يا رب، يا رب هونها علينا يا رب. تلعب في الكريمات، تلعب في البرفان، تلعب في الروج. وطبعا جوزي ما بيحبش حد يقول لها لا على حاجة. بابا، يا بابا. الحمد لله على كل حال يا رب، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله على كل حال يا رب. يا رب ترضينا وترضى علينا وتلهمنا بالصبر وتعوضنا عوض الصابرين وتعوضنا خير يا رب. يا رب عوض علينا عوض الصابرين. لا ما تلعبيش على التسريحة، جوزي يقول لي سيبيها، ما تقوليلهاش لا على حاجة، ما تقوليلهاش لا على حاجة بتعملها. موقعة كل حاجة ورا، كل حاجة هنا. وعشان تسيبيها تعمل اللي هي عايزاه، تيجي بقى تبوسك وتطبطب عليكي. جوزي يقول لي شوفي اهو الحضن ده بالدنيا بحالها، حتى لو هتبوظ كل حاجة ما تقوليلهاش لا على حاجة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. لو يعرفوا قد ايه بيسببوا لنا أزمة نفسية لما بيجوا
الحمد لله رب العالمين على كل حال يا رب. الحمد لله. شوفوا الشربات يا حبايبي. على بقى الجاكيت ده. جينا بقى على المطبخ يا حبايبي. طبعا الكفتة اللي انا كنت عاملاها ما طلعتهاش على بعض علشان إيه ما تبقاش فوق بعض يعني. ده الجلاش يا حبايب قلبي ما شاء الله زي الورد. ورد يا ولاد، ورد 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 يا ولاد، ورد ما شاء الله زي الفل. طيب جوز بقى بيحبوا كده، ما بيحبش المنغنغ باللبن وبالسمنه والحاجات دي. اغسل ماء البوتاجاز يا حبايبي مكان قلي الكفته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مين لسه ما حطش اللي هو لايك لغايه دلوقتي حطوا له لايك وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ادعوا لي بقى دعوه حلوه كده، قولي ربنا يفكها عليك يا هبه وطلعك من الازمه دي على خير، لان بجد انا المره دي حاسه ان انا فعلا تعبانه. ربنا وحده اللي عالم بيا. ادعوا لي بقى دعوه حلوه كده ربنا يسترها معانا ومعاكم يا رب. يا رب ملناش غيرك، استرها معانا دنيا واخره يا رب. باقي الاكل كده بصوا على البوتاجاز بعد ما اتغسل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
خلاص كده يا حبايب قلبي، كده خلصت الروتين بتاعي معاكم النهارده. رتبت شويه في الاوضه على قد ما قدرت، مع ان الاوضه كلها عايزه تتلمع، والفرش السرير عايز يتشال، الارض عايزه تتمسح، والمواعين اللي على الارض دي عايزه تتلم. بس ان شاء الله ربنا يقدرنا واعمل كل ده. فادعوا لي بقى دعوه حلوه كده من قلبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في شير ولايك واشتراك في القناه، ودعوه حلوه من قلبكم تسعد قلب ربنا، يسعد قلبكم يا رب دايما. والضغط على زر الجرس وتفعيل كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه، باي باي.